طبعا انتوا هتفتكروا ان انا بقول لكم تعالوا اعملوا كوفي ميكس في البيت، صح كده؟ انما الحقيقه لا، انا مش هقول لكم كده. انا بقى جايه عشان اقول لكم اعملوا الكوفي ميكس البودر في البيت التلاتة في واحد باكبر كميه، وهي دي الطريقه بتاعت الشركات. هتعمليه اوفر من اللي بيتباع بره واحسن كتير جدا، وهي دي الطريقه الصح. يلا بينا بسرعه عشان نعمله وما نشتروش من بره تاني. طبعا معظمنا بيحب الكوفي ميكس والهوت شوكليت والحاجات دي قوي، وانا من عشاقهم. فقررت ان انا اعمل الكوفي ميكس باودر في البيت اوفر، وبجد حلوه قوي قوي قوي، وما يختلفش حاجه ابدا عن اللي بيتباع جاهز. طعمه بجد يجنن واسهل من السهوله، وباربع مكونات فقط. اول حاجه اجيب كوبايه نسكافيه اللي هو الحب، بطحنها في المطحنه لغايه ما تنعم خالص. تمام، خلاص كده اتطحنت معايا. بروح جايبه بقى بوله غويطه وبروح نازله بيهم بالشكل ده. ونشوف اللي بعده. في نفس المطحنه بروح حاطه كوبايه من السكر، برضو بطحنها. اتطحنت معايا خلاص كوبايه السكر، بنزل بيها على ايه؟ على النسكافيه اللي انا طحنته. تمام، كله بنفس الكوبايه، كوبايه واحده يا جماعه. كوبايه كريم شانتيه، كوبايه لبن بودر، اربع مكونات فقط. يبقى كوبايه نسكافيه بنطحنها بودر، كوبايه سكر بودر، وكوبايه من الكريم شانتيه، وكوبايه من اللبن البودر. بقلبهم مع بعض كده لغايه ما يتمكسوا بالشكل ده. برفع بقى الكازارولا بتاعتي على النار، بنزل بكوبايتين الحليب. الكميه بقى اللي انت عايزاها اعمليها يعني. المهم ان على كل كوبايه حليب بحط معلقه كبيره من ايه؟ من الكوفي ميكس. بقلبهم مع بعض كده لغايه ما يغلوا، وبصب بقى. وتشربي احلى كوفي ميكس في الشتاء والسقعه دي، حلوه قوي قوي. عشاقه بقى فين؟ مين اللي بيحبه؟ يا ريت يكتب لي في الكومنت. بجد حلوه قوي يا جماعه. طريقته سهله زي ما انتوا شفتوا باربع مكونات. يلا قوموا اعملوه بسرعه وتدفوا في الشتاء، وما تجيبوهوش من بره، واعمليه في البيت. يجنن يجنن. ما تنسوش لو وصلتوا لغايه هنا تصلوا على الرسول عشان نكسب اجر انا وانتم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير.